بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة هاني سليمان، دكتور هاني سليمان لعلاج أمراض العظام والروماتيزم والكسور. النهاردة هنتكلم مع بعض كده بالراحة إزاي نشخص حالة آلام أسفل الظهر. يعني معظم شكوى العيانين أو أكتر الحالات اللي بتيجي لنا العيادة بتبقى حالات عندها مشاكل في ظهرها. آلام أسفل الظهر لها أسباب كتير قوي، مش شرط زي ما يكون شائع إن احنا نقول إن في غضروف أو إن في شد وتقلصات في العضلات أو إن في انزلاق غضروفي، لا، لها أسباب كتير، يعني تكاد تتجاوز ال50 سبب لآلام أسفل الظهر. بنقسمهم إزاي آلام أسفل الظهر دي؟ بنقسمها حاجة أو ألم أسفل الظهر نتيجة لمشكلة في العضلات، أو ألم أسفل الظهر نتيجة لمشكلة في الفقرات، أو ألم أسفل الظهر نتيجة للأعصاب، أو ألم أسفل الظهر لأسباب أخرى، أي أسباب تانية غير الثلاثة دول. طيب زي إيه آلام أسفل الظهر اللي مرتبطه بالعضلات؟ ممكن يكون في تقلصات في العضلات او الام الظهر عموما. تقلصات في العضلات تعملها ضعف العضلات يعمل الام في اسفل الظهر، مزق في العضلات يعمل الام في اسفل الظهر. يبقى العضلات عباره عن ممكن يكون في التهاب في العضله برضه يعمل لنا الام اسفل الظهر. يبقى يا اما ان احنا بنتكلم عن الاسباب المرتبطه بالعضلات، الاسباب المرتبطه بالعضلات بنقول زي المزق، زي شد وتقلصات العضلات، زي الالم اللي بيبقى متسبب في التهاب العضلات. يبقى دي الاسباب المرتبطه بالعضلات. في اسباب مرتبطه بالفقرات زي الانزلاق الغضروفي او زي الغضروف او زي ضيق القناه العصبيه، والحالات ديت بنعرفها وبنشخصها لان بتبقى مصحوبه بالتهاب في العصب الوركي او اللي احنا بنسميه عرق النسا. بيبقى دايما في الم شكشكه اسفل الظهر وبينزل من الفخذ من ورا ويوصل حتى اسفل الساق، وده بنسميه عرق النسا بسبب ضغط الفقرات او بسبب الانزلاق الغضروفي او بسبب الغضروف او بسبب ضيق القناه العصبيه. يبقى الم اسفل الظهر المرتبط بالعظم او مرتبط بعظم الفقرات زي خشونه الفقرات، الانزلاق الغضروفي، الغضروف، ضيق واختناق القناه العصبيه. في الم اسفل الظهر مرتبط بالاجهاد زي شيل الحاجات الثقيله او الوزن الثقيل، ودايما ده مشهور في الستات اكتر. يعني الم اسفل الظهر اللي هو مرتبط بالعضلات ده في الرجاله اكتر، في الستات موجود بسبب ضعف العضلات وبسبب نقص فيتامين د والكالسيوم اللي بيبقى ناقص عند الستات عموما بسبب الحمل والرضاعه، وان احنا ما عندناش توعيه طبيه كويسه ان احنا ناخد كالسيوم وفيتامين د في وقت الحمل وفي وقت الرضاعه كمان. فطبعا لو ما عملناش كده بيحصل لنا حاجه زي تاكل في الفقرات بسبب نقص الكالسيوم ونقص فيتامين د، فيعمل لنا الم مزمن اسفل الظهر. يبقى احنا قلنا سببين: السبب الاول سبب مرتبط بالعضلات، السبب الثاني سبب مرتبط بعظم الفقرات، السبب الثالث اجهاد، سواء ان احنا كنا بنشيل حاجات ثقيله او بنعمل مجهود واحنا موطيين كتير او حركه ومشي كتير وفي وزن زياده، ده يعمل لنا الم اسفل الظهر. طيب في بقى سبب ثاني اللي هو مرتبط بالاعصاب. ازاي؟ يعني في شويه ضغط على العصب الوركي او العصب الامامي للفخذ او العصب الخلفي للفخذ اللي احنا بنسميه عرق النسا، بيبقى ده بسبب ضغط بين الرابعه والخامسه او الثالثه والرابعه، الفقرات ضغط على بعضها او فيها غضروف ضغط على العصب نفسه، فالم العصب ده بيسمع في اسفل الظهر وينزل على الساق وعلى الرجل. يبقى احنا كده عرفنا احنا ازاي نعدد اسباب الام اسفل الظهر، ودي اشهر الحالات اللي هي موجوده في العظم. كل الناس بتيجي تشتكي باسفل ظهرها، بس المهم ان احنا ازاي نوصل للتشخيص. ازاي بقى نوصل للتشخيص؟ عن طريق حاجتين اتنين: يا اما التحاليل في بعض الحالات يا اما الاشعه في بعض الحالات. طب الاشعه ديت ايه انواعها اللي احنا بنستخدمها في العيان ده؟ ممكن نستخدم الاشعه السينيه العاديه الاكس راي، ممكن نستخدم الاشعه المقطعيه، ممكن نستخدم الرنين، ممكن نستخدم اشعه رقميه. طيب او تحاليل زي السي ار بي، الاي اس ار، صوره الدم الكامله علشان نشوف برضو في التهاب ولا لا في العضلات. ممكن نطلب برضو معانا كالسيوم وفيتامين د، او الار اف على اساس ان العيان ده لو عندنا شاكين في روماتويد او حاجه. تمام؟ فاحنا كده عرفنا ازاي نشخص حاله عظام، او ازاي لما نحس بالم عظام نعرف نخمن ده ممكن يكون ايه ونقدر نروح للدكتور ونتكلم معاه ويعالج. كل نوع مرض له علاج مختلف، يعني مش كل علاج الام اسفل الظهر زي بعضها. يبقى اذا لازم نوصل سبب الم الظهر ده ايه، الم الظهر ده سببه ايه علشان نعرف نعالج. تمام؟ ان شاء الله هنكمل في الحلقه الجايه بقيه كلامنا عن موضوع الام اسفل الظهر، وان شاء الله رب العالمين هيبقى عندنا برضو حلول بنحل ازاي مشكله الام اسفل الظهر. بشكركم واهلا وسهلا بكم معانا، ونكمل مع بعض ان شاء الله. ويا ريت نعمل كومنت لو في اي سؤال عايزين نساله، ونعمل لايك لو الفيديو عجبنا، ويا ريت نشترك في القناه. السلام ورحمه الله وبركاته.